بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنسوي مع بعض البليله او القمح او الغله زي ما تسموها. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. هنعملها مع بعض باسهل طريقه من غير ما تاخد معايا وقت على النار. تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو الاخر ان شاء الله يعجبكم. معايا هنا القمح. وقبل ما نبتدي في الوصفه بتاعتنا، لو اول مره بتشوفونا او لسه ما اشتركتوش في القناه، اشتركوا وفعلوا الجرس عشان تتابعونا كده وتشوفوا معانا وصفات كل جديد. ان شاء الله الوصفات تعجبكم. كمان لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتتابعونا من انهي بلد، وايه رايكم في وصفتنا النهارده، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. معايا هنا كده القمح او الغله او البليله، بجيبها ابص فيها انضفها كويس. فيها رمل اصفر، فيها زلط اصفر او طين اصفر كده. بشيله و بشطفها بميه، بيطلع منها الشوائب بتاعتها قشر كده على الوش او حاجه، بينزل في قلب الميه وانا بصفيها. برجع اضيف لها ميه تاني واسيبها تتنقع كام ساعه كده لحد ما تبتدي تنفخ معايا بالشكل ده وتتملي معايا. بروح مصفيه منها الميه ونبتدي بقى نسويها مع بعض على النار. هحتاج لها ميه وارفعها على النار واسيبها لحد ما تغلي. ونخلي بالنا اول ما تغلي بغطي عليها النار، لان بتفور معانا، ممكن زي اللبن كده ممكن تتكب معانا وتبهدل الدنيا. خلاص ما بنغطيش عليها الغطا قوي، يعني بنحط الغطا ونفتح سنه كده من على الحله علشان ما تسربش معايا او تفور معايا. خلاص كده هجهز كده الحاجه اللي هسوي فيها ونبتدي نكمل وصفتنا مع بعض. حطيتها كده في الحله، حطيت لها الميه على النار، برفعها واسيبها لحد ما تغلي زي ما قلت لكم. هتطلع معايا ريم على الوش، هشيله وبغطي الغطا وبسيبه مفتوح شويه، ما بقفلوش على الاخر عشان ما تفرش معايا.
بدأت تستوي زي ما انتم شايفين كده، بدأت تغلي اهو. طلع لي مع الوش هشيله. والتقديم بتاعها يا اما هتقدموها بلبن، يا اما بزبده، يا اما كمان هتنكهوها بفانيليا، بجوز هند، بمكسرات. ممكن كمان تحطوا لها قرفه. زي ما انتم عايزين هتقدموها بالشكل اللي يعجبكم. استوت معايا كده البليله، هبتدي بقى اضيف لها اللبن. حابين تفرزوها هتعبيونها في اكياس وتحطوها في الفريزر، تطلعوها على طول تضيفوها في قلب اللبن، هتبقى جاهزه معاكم. هحط لها السكر. خلصت كده وصفتنا النهارده، ان شاء الله الوصفه تعجبكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو منكم.